السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفيديو اليوم متاعنا عليه شراب الأفوكاتو. الناس اللي لو تعرفوا الفوائد اللي في الأفوكاتو لكنتوا اعتمدتوا مشروبكم هذا على الأقل حتى مرة في الأسبوع. طبعا هو احنا ما نستحقوش كمية كبيرة، احنا هني تكفينا تمرة واحدة تدير لنا مالقي من الأفوكاتو أو عصير الأفوكاتو. وباش تعرفوا أكتر كيف نديروه نجولي المقادير. طبعا أنا هنا حنستخدم المالقي، استخدمت أنا المالقي من شركة ناس هوم وقوة الموتور 1000. نجولي المقادير. بالنسبة للمقادير نحن حنحتاجوا بس حاجتين الفاكهة اللي هو الأفوكاتو والبناني. بالنسبة للأفوكاتو تقدروا طبعا تديروا عصيركم بالأفوكاتو، لكن بما إن احنا نتكلموا عليه إن هي كنوع من الفاكهة غالية، لازم ندعموها بنوع تاني من الفاكهة. أنا في مرة سابقة استخدمت معاهم حتى الكاكا، لكن المرة هذه درت الأفوكاتو ودرت البنانا أو البناني أو الموز، كل واحد كيف يقوله أو كيف يسميه. نجولي الحاجات اللي بنصاحبوها مع المشروب هذا. احنا حنحتاجوا يا عسل يا سكر. شوفوا انتوا اللي يساعدكم في التحلية متاعه وديروه. بالنسبة للزينة هذا طبعا اختياري. ديروا اللي يساعدكم، تبوا ديروا نوتيلا، تبوا ديروا عسل، تبوا ديروا مكسرات. راهو هذا كله من الزايد، أي نعم حيكمل معنا القيمة الغذائية، لكن هو يعتبر مش من الأساسيات. أنا هنا استخدمت نص حبة. تعتبر حبة الأفوكاتو هدية متوسطة الحجم، في نوع أكبر وفي نوع أصغر. تخلصت من القشرة متاعها بكل سهولة، لأني يعني حنستخدم نص لتر، لكن لو تبوا تديروا لتر كامل استخدموها الحبة كاملة. جربت طبعا أو قصيت الأفوكاتو مكعبات، وحتى البنانا قصيتها مكعبات. لو حابين زي ما قلت لكم عندكم إضافة لفاكهة الكاكا، حتى هي قصوا واحدة مكعبات. حطيتهم طبعا كلهم في المالقي وضفت عليهم كمية من الحليب. استخدمت هنا طبعا حليب كامل الدسم. بالنسبة للتحلية أنا دايرة السكر اللي مناسب لمرضى السكر. لو أنتوا حابين تضيفوا السكر العادي ممكن تستبدلوه بالعسل، حتكون أكيد قيمته الغذائية أحسن. ضيفوا العسل. لكن أنا اكتفيت بالعسل إني أنا نزين بيه بالنسبة للوصفة هذه. والمكون الأخير اللي ممكن تضيفوه هو التلج طبعا، لكن بحكم إن احنا في فصل الشتاء فما ضفتاش. خلاص أنا هنا شغلت الخلاط. لكن عندنا اللون اللي ديما نشوفه فيه في المقاهي. طبعا هذا اللون يتحكموا فيه للأسف بالصبغة. أنا المرة هذه حبيت ندير لكم الصبغة، لكن بالمجمل العام أنا ما نديرش فيها. حطيت كمية صغيرة من الجل متاع الصبغة الخضراء، ضفتها للعصير متاعنا، وحاولت اني انا ندير لها خفقة بسيطة باش حتى تختلط مع المكونات اللي عندنا، وكان العصير متاعنا جاهز. لو تعرفوا قيمة الغذائية للأفوكاتو ممكن انتوا زي ما قلت لكم ما تبطلوش. ليه طبعا عدة فوائد: تحسين امتصاص الجسم للكالسيوم، قلل من خطر الإصابة الإنسان بهشاشة العظام والأمراض السرطانية، حماية الحامل من الإجهاض، وحماية الأجنة من العيوب الخلقية. نرجع لمشروبنا. طبعا نجول الزينة أنا هنا دهنت بكمية خفيفة من العسل طبعا بالنسبة للكاس من فوق، وبعدين حطيتها في كمية من المكسرات اللي أنا أساسا مجهزتها ورحيتها. طبعا دهنت الكاس من داخل بكمية من العسل باش حتى يلصق فيه المكسرات. بالنسبة للزينة زي ما قلت لكم هذا اختياري. أنا في الفيديو السابق إن شاء الله حنحطه لكم في الرابط درته بالشوكولاتة، حتى هو كان ليه زينة معينة، وزينته بكمية من الفواكه والكريمة
وخلينا حتى جزء من الفاكهة والمكسرات في طبقة من طبقات المشروب متاعنا، بحكم انه هو يجي معانا خاتر او قوامه غليظ شوية. خلاص احنا هذا الشكل اللي اعتمدته في زينة الكاس. حطيت طبعا مباشرة في الفروبيه او العصير او المشروب متاع الافوكادو. وان شاء الله وصفتنا تكون فادتكم، وان شاء الله المعلومات اللي اعطيناها تكون بالنسبة ليكم تشجعكم انكم انتم تستخدموا النوع هذا او تعتمدوها، تعتمدوا النوع هذا من الفاكهة في مشروباتكم. طبعا أنا متأكدة ان المشروب هذا تاخدوه برا في المقاهي بمبلغ وقدره، تقدروا انتم توفروا على نفسكم انكم تجهزوه في بيتكم بدل ما يشربها شخص واحد برا. تقدروا تشربوا العيلة كاملة من هالمشروب. ان شاء الله وصفتنا اليوم نالت رضاكم، ونتمنى من الناس اللي شافت الفيديو وعجبكم المحتوى اللي أنا نقدم فيه انكم انتم تشتركوا في القناة، وانكم انتم تفعلوا الجرس باش اي جديد نديره يوصلكم. ونتمنى فعلا دعمكم باللايك والتعليق حتى باش يوصل لأكبر عدد من الناس. هنخليكم إن شاء الله مع تعليقات المتابعين على القناة، واستنوني بإذن الله في وصفة جديدة.